انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي طبعا. زملكاوي. كل الامراض دي ما لازم اكون لا حول ولا زملكاوي. قوه. حاول اقول اضرب كف بكف يا حاج. ايه طيب؟ ايه بقى؟ ايه ايه احنا عايشين بقى مع نفسنا. زعلان؟ مش ما بقتش ازعل. لا والله. والله خدنا عزه كده فعلا. امال اقول لك على حاجه يا ابراهيم. ليه؟ طب بس الزمالك واخد كونفدراليه السنه نعم دي. فندم. واخد كونفدراليه. ماشي. عارف مش مشكله تاخد كونفدراليه. امال ايه المشكله؟ اقول لك اه هيزعلوا مني. هم مين؟ الزملكاويه. يلا خلص الموضوع ده. ماشي، ما انت زملكاوي. ما انا هقول لك. اه الناس الزملكاويه بيبقوا قاعدين والاهلاويه والاهلاويه قاعدين والماتش شغال والاهلي خسران 2-0 عندهم قناعه تامه ان الاهلي هيكسب. ما انت بتتكلم صح. وبيكسب. الزملكاويه غالبين 3-1 وقاعدين عاملين كده. هنخسر دلوقتي حتى لو بتوي. لا انت جواك احنا هنخسر. ده يا الفرق. امال ده الفرق بين الزمالك والاهلي. انا بقول لك بمنتهى الامانه، واسال اي حد زملكاوي يقول لك زي ما يقولوا ويطلعوا ويردوا على بعض. مفيش، هو قاعد يا رب الماتش يخلص بقى. للدرجه دي؟ ايوه. مفيش ثقه. اتكلم جد. انت شايف ايه يا ابراهيم؟ ما انت شايف ايه يا ابراهيم؟ مش حاجه. انت فجاه ايه 60,000 خساره.